سمعتوا الخطاب على اي 24 العبرية لهذا الشيطان اللعين ستنياهو خال سيسنياهو صبي نتنياهو بن بائعة الهوى. خاله طالع بيقول ان هو بعث في مهمة تاريخية وروحية ان هو ينفذ رؤية إسرائيل الكبرى اللي بتضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر. هل في كلب من الكلاب اللي بيحكموا تلك الزرايب طلع يتكلم؟ لا، ما حدش هيتكلم. وعلى فكرة بقية الرؤية لو عايزين تعرفوا بقية خريطة إسرائيل الكبرى المزعومة اكتبوا كده في الجوجل خريطة إسرائيل الكبرى، ولما يطلع لكم البحث عن الكل اضغطوا على الصور هتلاقوا ان هي شاملة أجزاء كبيرة جدا من السعودية، كل الكويت، كل قطر والبحرين، وكل تقريبا لهفين تلتين الدول العربية. لما تيجوا تقولوا ازاي هينفذوا الكلام ده، هم اوريدي نفذوه بتغيير المناهج، نفذوه بتجهيلنا، نفذوه بان احنا اصبحنا تابعين لهم في التكنولوجيا وتابعين لهم في السلاح. حتى السلاح اللي بيتكدس في الدول العربية في مخازن جيوش الدول العربية هو عبارة عن خردة السوفت وير بتاعها في امريكا. يعني ممكن تبقى سلاح في ايد الاسرائيليين، لكن في ايدك انت بدوسة زر تتحول لكوم خردة، كوم حديد قديم يسهل استهدافه ولن ينفعك في شيء، ولن ينفعك في اي شيء بلا مبالغة. لذلك شفتوا الحمير والبغال العربية ما حدش فيهم طلع يتكلم. عشان كده انا كنت دايما بقول لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها مش ليحكموكم. انتوا استعملتوا الاستعمال للحمير والبغال غلط، ان انتوا خليتوهم يحكموكم. ال 22 زريبة عربية محكومين بجواسيس، لذلك ما حدش فيهم قادر يتكلم. مصر على سبيل المثال وليس الحصر، بما انها للاسف الشديد بلدي. خلاص، الحمار اللي بيحكمها الجاسوس الاسرائيلي عمل ايه؟ باع الاثار وباع النيل وكشكش مياه الشرق المتوسط وادالهم الغاز بتاعنا وبقينا بنشتريه احنا، وبعدين باع 5 مدن وراح مديهم ثمن ال5 مدن دولت حق صفقه غاز، مفضلهم سينا. من دم المصريين بنى لهم 7 مدن في سينا وسايبهم فاضيين على المفتاح عشان يجوا يستلموهم على طول اول ما يدخلوا. وعماله اقول لكم ولساني دلدل، دخلوا المصريين يستوطنوا سينا، دخلوا المصريين يسكنوا سينا، لان الشعب هو اللي بيوقف اي احتلال. اي ارض فاضيه هي مطمع، لكن طبعا لا حياه لمن تنادي. واديكوا شايفين دلوقتي بيهدد ومحدش واقف حتى يرد على تهديده، لان ده المفروض ان هو رئيس وزراء كان يعني